بيبدأ الفيلم في المستقبل مع بنت اسمها تالي كانت قربت تتم 16 سنة، وكانت مستنية اللحظة دي بفارغ الصبر، علشان في العالم ده الشخص اللي بيتم 16 سنة بيتعمل له عمليات تجميل وبيتحول لشخص تاني تماما خالي من أي عيوب في شكله أو في جسمه، وبيبقى شخص مثالي وصحته كويسة وما عندوش أي مشاعر. وبعد العملية بيروح يعيش في المدينة اللي كل اللي فيها خاضوا عمليات التجميل، والهدف من عملية التجميل إن الكل يبقى شكله حلو ومميز وما يحصلش أي حالات تنمر أو مشاكل. وتالي كانت مستنية عملية التجميل لأنها عندها نسبة حول في عينيها وبتاخد نظرة على شكلها المستقبلي، وبعدها بتتسلل بالليل وبتروح تقابل أعز صديق ليها اللي اسمه بيرس كان هيتم 16 سنة بكرة، وكان متحمس جدا لعملية التجميل علشان هيتخلص من مناخيره الكبيرة. وهما الاتنين بيبصوا على المدينة وشايفين ان كل الناس اللي هناك مبسوطين علشان كلهم شكلهم حلو، فكانوا في قمة السعادة. ومن ضمن قواعد العالم ده ان ممنوع شخص يروح المدينة وهو لسه ما تمش 16 سنة، وإيطالي كان لسه قدامها 3 شهور وتتم 16. وإيطالي بتقول له انت هتوحشني جدا في ال3 شهور دول، وبيفتكروا سوا ذكرياتهم من هم صغيرين، وبيقولوا لبعض ان اهم شيء هو الشخصية، حتى لو شكلنا اتغير وبقى حلو مش مهم، المهم ان احنا حابين شخصية بعض. وإيطالي بتطلب منه طلب، وانه يسيب الندبة اللي في ايده وما يشيلهاش مع عملية التجميل، لان الندبة دي عندهم هما الاتنين وليها ذكرى معينة. وبيرس بيوعدها انه مش هيشيلها، وبيقول لها انتي اكتر شخص حبيته في المدرسة هنا، ولما اوصل المدينة هبقى مستنيكي بفارغ الصبر. وبيتفقوا انهم يتقابلوا بعد شهر بالظبط عند الكوبري علشان بيرس يحكي لها بكل اللي مر بيه. وبعدها بيقلعوا من السفينة اللي بتعدي جنبهم لان في حظر تجول بالليل، فبينهوا كلامهم وبيرجعوا لاوضهم. وتاني يوم الصبح توني وبيرس بيروحوا المدرسة وبيحضروا محاضرة لمديرة المدرسة نايا، ونايا كانت بتهني الطلاب اللي هيتموا 16 سنة النهاردة، وبتقول لهم انتوا هتصبحوا اشخاص مثاليين من بره ومن جوه، ومحدش بعد كده هيبقى بيكرهكوا ولا بيتنمر على شكلكوا، واخيرا هتعيشوا العيشة اللي انتوا تستاهلوها. وكل الطلاب كانوا متحمسين جدا بعد كلام نايا، وبيرس بياخدوا طالي وبيوضحها، وطالي بتفكروا انهم يتقابلوا عند الكوبري بعد شهر. وبعدها بيرس بيمشي وطالي بترجع لأوضتها وبتفتكر وهي صغيرة لما أبوها وأمها وصلوها للمدرسة لأول مرة، وبتفتكر كمان لما قابلت بيرس وتعرفت عليه وأصبحوا أعز أصدقاء من ساعتها، وبيقعدوا سوا تحت الكوبري وبيدوا لبعض وعد أبدي إن إحنا الاتنين هنفضل مع بعض وبنكمل بعض. وفي مرة بيرس اتعور في إيده، فطالي قررت تعور إيديها زيه علشان يكونوا مشتركين في كل حاجة. ودلوقتي في المدرسة طالي كانت بتدي محاضرة عن التاريخ وبتقول إن البشر زمان دمروا الأرض بسبب اعتمادهم الكلي على الوقود، ونتيجة لده سمموا الهواء والمية، فحصل انقسامات وحروب كتيرة في العالم لحد ما العلماء صنعوا زهرة اسمها زهرة النمر الأبيض. والزهرة دي هي اللي بتمدنا بالطاقة دلوقتي وبتمد المدينة كلها بالطاقة. وبعد ما طالي بتخلص بترجع لأوضتها، وكانت بتعد الأيام لحد ما يمر شهر وتشوف بيرس تاني. والغريب إنها كانت بتبعت رسائل لبيرس بس هو ما كانش بيرد عليها. وبعدها بيجي اليوم اللي طالي هتقابل فيه بيرس، والرغم إن في حظر تجول بس طالي بتتصرف وبتسيب الدبلة بتاعتها في الأوضة كدليل إنها لسه في الأوضة، وبتتسلل من الحراس وبتروح عند الكوبري وبتستنى بيرس. لكن بيعدي شوية وقت وبيرس مش بيظهر، فطالي بتتضايق وبتقلق وبتعتقد ان بيرس حصل له حاجة، فبتقرر تعمل تصرف مجنون وانها تتسلل المدينة. وفعلا بتعمل كده وبتخش المدينة وبتلاقي قناع في الارض، ولما بتلبسه لبسها بيتغير للبس احلى من اللي كانت لابساه، وبتنبهر بجمال المدينة وبتشوف ان كل الناس اللي هناك مبسوطين. وبتفضل تدور على بيرس لحد ما بتلاقيه وبتقف تتكلم معاه. وفي الاول بيرس ما كانش عارفها وما كانش مميز صوتها، فهي بتشيل القناع علشان يعرفها، وهو بيتصدم لما بيشوفها وبيسألها انت بتعملي ايه هنا؟ فهي بتقول له احنا اتفقنا نتقابل عند الكوبري وانت ما جيتش، فقلقت عليك واتسللت لهنا. وهو ما كانش عارف يرد يقول لها ايه، وبيقول لها معلش اتشغلت شويه. وطالي بتستغرب من رده وبتبص على ايده ومش بتلاقي الندبه. فبيرس بيقول لها بعد ما خلصت عمليه التجميل قررت ان انا مش عاوزه ابقى مشوه باي شكل. وطالي بتستغرب اكتر وكأني مش ده الشخص اللي كانت تعرفه. وبعدها جرس الانذار بيشتغل في المكان علشان اكتشفوا وجود شخص غريب، فطالي بتاخد سترة القفز وبتنط من فوق المبنى قبل ما كانت هتتمسك، والسترة دي بتخليها تنط بأمان.
وبتطلع تجري وبتخرج من المكان وبتستخبى فوق الكوبري، بس بالغلط بتطلع صوت فالسفينة دي بتشوفها وكانت رايحة تقبض عليها، بس بتوصل بنت اسمها شي وبتاخدها على لوحة تزلج وبتنقذها، وشي لأنها ماهرة في سواقة لوحة تزلج فبتقدر تهرب بنجاح، وإيطالي بتشكرها وبيتعرفوا على بعض وبتحكي لها إنها اتسللت للمدينة وهو بيقرروا يكملوا المغامرة سوا، وبيتسللوا للمطبخ بتاع المدرسة وبيسرقوا شوية أكل وبيروحوا ياكلوا سوا، وشي بتقول لها أنا حاولت قبل كده أتسلل للمدينة بس فشلت، فكونك عرفتي تتسللي وتهربي ده إنجاز، وإيطالي بتحكي لها إنها اتسللت للمدينة علشان صاحبها بيرس، وبتقول لها أنا لقيت شكله متغير تماما وحسيت إنه مش مهتم بيا خالص وكأن شخصيته كمان اتغيرت، وإيطالي بتحاول تبين إنها مش مهتمة وبتقول لها أنا عندي صحاب كتير وكمان أنا حصلت على صاحبة جديدة زيك، وشي بتسألها إمتى هتتمي 16 سنة، فطالي بتقول لها يوم 9 سبتمبر، وشي بتتفاجئ لأنها هتتم 16 سنة في نفس اليوم برضو، يعني هما مواليد نفس اليوم والاتنين بيفرحوا لأنهم كده هيفضلوا مع بعض ومش هينفصلوا، وطالي بتقول لها في عملية التجميل أنا هخلي عيني وشعري لونهم ذهبي، وتاني يوم شي بتعدي على طالي علشان يروحوا المدرسة بس بتاخدها الأول تعلمها التوازن على لوحة تزلج، وبعدها بيروحوا المدرسة وصحاب شي بيقولوا لها إن الكتاب ده من منطقة الضباب، وطالي بتتفاجئ لأن الكتب بقت شيء منقرض وبتقرر تاخد الكتاب معاها، وصحاب شي بيسلموا على طالي وبيسألوها عن شكل المدينة، وبيطلع إن شي قالت لكل الناس إن طالي اتسللت للمدينة ورجعت، وبعد المدرسة شي بتكمل معاها في تعلم التوازن على لوحة تزلج وبيتكلموا سوا، وشي بتقول لها أنا نفسي أروح لمدينة الضباب، فطالي بتقول لها بس مدينة الضباب مش موجودة زي ما بيتقال، فشي بتقول لها بالعكس مدينة الضباب موجودة تعالي معايا وأنا هوريكي، وبيروحوا لعند النهر وبيسيبوا الخواتم بتاعتهم هناك علشان الخواتم دي فيها جهاز تتبع، وبيتزلجوا هما الاتنين وشي بتاخدها المنطقة شكلها مهجور ومتدمر وبتولع نار بالطريقة القديمة التقليدية، وبتطلب منها ما تجيبش سيرة لأي حد عن المكان ده، وبتقول لها مدينة الضباب حقيقية وموجودة وفي ناس عايشة هناك ومش بيخوضوا عمليات التجميل علشان المهم في البني آدم هو الشخصية والجوهر، وإيطالي بتقلق وبتقول لها ممنوع نيجي للمكان ده ولو حد عرف هيلغوا عمليات التجميل بتاعتنا وأنا وإنتي مش هنبقى حلوين، فشي بتقول لها أنا مش عايزة أعمل عملية التجميل وعايزة أعيش في مدينة الضباب علشان في مدينة الضباب محدش بيحكم عليكي بأي حاجة ومفيش التكنولوجيا المبالغ فيها اللي في المدينة، هناك الحياة طبيعية زي زمان وبتعيشي زي ما انت بشخصيتك، ويوم ما انقذتك على الكوبري كان المفروض ههرب وهروح للضباب بس قررت انقذك الاول، وإيطالي بتتصدم وبتتفاجئ من الكلام ده وبتتصدم اكتر لما شي بتطلب منها تيجي معاها للضباب بس إيطالي بترفض وبتقول لها انا عايزه ابقى جميله ونفسي الناس تشوفني جميله، فشي بتقول لها انا شايفاكي جميله علشان شخصيتك جميله وبتديها وراها فيها الطريق لمدينه الضباب، وبتقول لها انت الوحيده اللي هتعرفي تفك الرموز اللي في الورقه فكري وانا اتمنى انك تيجي، وبتحضنها وبتودعها علشان هتروح للضباب وبتركب على لوحة تزلج وبتمشي، وبتعدي الأيام لليوم اللي طالي هتتم فيه 16 سنة، وبتروح هي وزميلتها اللي هتعمل لهم عملية التجميل، لكن كل زمايلها بيخشوا يعملوا العملية ما عدا هي، وبيجي شخص من الحكومة وبياخد طالي في طيارة لمكان تاني، وطالي كانت مستغربة ومش فاهمة فيه ايه وبتسأل الراجل اللي سايق بس هو مش بيرد، فهي بتحس انها في مشكلة وبتروح تقابل نايا مديرة المدينة، ونايا بتقول لها شي مفقودة بقالها مدة واحنا جالنا معلومات انها راحت لمدينة الضباب وفي شخص اسمه ديفيد ضحك عليها علشان تروح لهناك، وديفيد عرف يخدع ناس كتيرة وياخدهم لهناك واحنا عايزين منك المساعدة وتقول لنا على اي معلومات ممكن تفيدنا علشان نوصل لشي، بس طالي مش بترضى تقول اي حاجة عن شي وبتقول لها انا معرفش حاجة عنها، فنايا بتقول لها احنا هنأجل عملية التجميل بتاعتك لحد ما تساعدينا نلاقي شي، وطالي بترجع لأوضتها وهي متضايقة جدا لانها كان نفسها تعمل عملية التجميل، وفجأة بيخش عليها بيرس وبيحضنها وهي بتتفاجئ لما بتشوفه وكانت في قمة الفرحة وبتحكي له بموضوع شي، فبيرس بيقول لها لازم تديهم كل المعلومات عن شي علشان تعملي العملية وتنضمي ليا احنا بنحلم نكون سوا، فهي بتقول له انت مختفي عني بقالك 3 شهور ولما قابلتني كلمتني وحش، فبيرس بيتأسف لها وبيقول لها لما تيجي للمدينة هتفهمي انا عملت كده ليه، بس خلينا في دلوقتي لازم تعملي العملية والا هتفضلي قبيحة ومنبوذة، انا من رأيي تبلغي نايا بكل
كل حاجة علشان نفسك مش أكتر. وفعلا طالي بتقتنع بكلام بيرس وبتروح تقابل نايا، ونايا بتقول لها ديفيد واللي معاه بيطوروا أسلحة علشان يهاجمونا، علشان هم معتقدين إن عيشتهم أحسن من عيشتنا، فعلشان كده عايزين يقتلونا ويدمروا المدينة. وشي مشاركة مع ديفيد في الكلام ده، وأنا هكلفك بمهمة معينة وإنك تعرف لنا مكان مدينة الضباب. وطالي بتفتكر الورقة اللي خدتها من شي، ونايا بتقول لها لازم نلاقي مكان مدينة الضباب علشان نتخلص من السلاح اللي مع ديفيد، وفي مقابل مساعدتك هنعمل لك عملية التجميل. وبتعرض لها شكلها المستقبلي علشان تقنعها تنفذ المهمة، وطالي بتقرر تنفذ المهمة، ونايا بتديها سلسلة معينة تفضل لابساها، وبتقول لها لما تلاقي السلاح ابعت لنا إشارة عن طريق السلسلة دي واحنا هنوصل لك على طول. وبعدها طالي بتمشي على الخريطة بتاعت شي، وبتمشي الأيام وليالي كتيرة لأن الطريق كان طويل، وبتعدي على أماكن خطيرة، وبتستخدم لوحة تزلج زي ما شي علمتها. وبعدها بتقعد ترتاح شوية في حقل زهرة النمر الأبيض وبتنام. وعلى الناحية التانية بيرس بيقابل نايا، وبنكتشف إن نايا هي اللي طلبت من بيرس يروح يقنع طالي. وبيرس بيقول لها أنا لما شفت طالي حسيت بمشاعر تجاهها، وده شيء غريب علشان المفروض ما يبقاش عندي مشاعر بعد العملية، وحسيت إن أنا لسه بحب طالي. فنايا بتقول له أنت من القلائل اللي سيبنا عندك الإحساس بمشاعر، فبالتالي أنت مميز عن ناس كتير. وبالليل طالي بتصحى وبتلاقي إن الحقل كله بيولع، فبتتصدم وكانت هتموت من الدخان والنار، لكن فجأة بيوصل ديفيد وبيشيلها وبيبعدها عن النار، وبعدين بيكشف على كل الحاجات اللي معاها علشان يتأكد إن مفيش أي جهاز تتبع تبع الحكومة، وبيلاقي جهاز تتبع في لوحة تزلج وبيتخلص منه. وهي طالي كانت قلقانة لحسن يكتشف السلسلة اللي معاها، بس ديفيد لما بيتفقد السلسلة مش بيلاقي فيها جهاز تتبع. ونايا على الجانب الآخر بتعرف إن جهاز التتبع اتدمر، فبتأمر 2 من الجنود يروحوا يفتشوا المكان اللي جهاز التتبع اتدمر فيه. وتاني يوم ديفيد كان خد طالي لمكان اسمه القاعدة، وبيقول لها احنا لازم نتأكد الأول إنك مش جاسوسة علينا، وبعدها هنوديكي لمدينة الضباب. وشي بتشوف طالي وبتحضنها، والاتنين بيتبسطوا جدا إنهم شافوا بعض، وبيخشوا الخيمة وبيقعدوا سوا. وهي شي بتسألها عن السلسلة اللي لابساها علشان أول مرة تشوفها، فطالي بتكذب عليها وبتقول لها بيرس جه لأوضتي واداني السلسلة علشان يتعرف عليا بعد عملية التجميل، بس أنا خلاص قررت أجي لمدينة الضباب. بس طالي بتقول لها أنا مش مرتاحة للمكان ده لما دخلته، وأنا خايفة عليكي. والشي بتفهم من كلامها إنها جاية ترجعها، وبتطلب منها تمشي وترجع من مكان ما جت. بس طالي بتقول لها مش هينفع أمشي على طول، على الأقل لازم أقعد كذا يوم. فشي بتقول لها لازم تدي المكان فرصة وتتعرفي على الناس وتشوفي المكان، وأنا متأكدة إنه هيعجبك وهتحبيه، وانا مش هبلغ حد باللي قلتهولي. وبيتفقوا سوا على كده. وتاني يوم طالي بتلاقي ان ديفيد ورجالته هيحرقوا زهور النمر الابيض، وديفيد بيقول الزهور دي سامه وبتبوظ التربه وبتقتل كل شيء في الكوكب ما عدا المدينه، علشان يجبروا الناس يعيشوا في المدينه وبس. تعالي معانا وهتشوفي بنفسك. وبيركبوا طياره هليكوبتر وبيتحركوا وبيبداوا يحرقوا في حقول زهره النمر الابيض، لكن فجاه بيوصل جنديين تبع الحكومه لمكان، فديفيد بيتصدم وكان بيهبط بالطياره، وبالغلط شيء بتقع من الطياره، فطالي بتخاف عليها وبتنط وراها علشان تنقذها، وبتقدر فعلا انها تلاقيها وبترمي كومة نار على الجندي بتاع الحكومه، وبيرجعوا طيارة ديفيد وبيهربوا من اللي بيلاحقهم. وبعدها المساعد بتاع ديفيد كان مستغرب ازاي الحكومة لقيتهم، وبيقول احنا بقالنا سنين محدش عرف يوصل لنا، وده حصل بس لما طالي وصلت عندنا. بس ديفيد بيدافع عن طالي وبيرفض يصدق كلامه، لان طالي رمت نفسها في النار علشان تنقذ شي، يعني كانت مستعدة تضحي بروحها علشان شي، فمستحيل تطلع في الآخر شغال عند الحكومة. وبالليل طالي بتفتكر كلام نايا وما كانتش عارفة مين اللي كلامه صح. وتاني يوم بيوصلوا لمدينة الضباب، وطالي بتتفاجئ من جمال المكان، لأن كل اللي هنا بيشتغلوا وبيزرعوا الأكل بنفسهم، والأكل كان كله طبيعي ومش مهجن، ومفيش حاجة ما بينهم اسمها فلوس، كلهم بيستخدموا حاجة بعض، وحرفيا الكل هنا مبسوط وسعيد علشان هم اللي اختاروا يعيشوا هنا. وحتى ديفيد اللي هو القائد بيساعد وبيشتغل كأنه شخص عادي، وبيطلبوا من طالي تساعدهم في الشغل، وطالي فعلا بتساعدهم، وكانت مبسوطة جدا إنها بتعمل حاجة بنفسها. ومع الوقت كانت بدأت تحب المكان،
وديفيد بالليل بيجمع الكل وبيطلع يتكلم وبيقول إن الحكومة مش هتتوقف وهتفضل تلاحقنا علشان هما معتقدين إننا بنشكل تهديد عليهم. هنا كل شخص مقبول مهما كان شكله أو العيوب اللي فيه، بس الحكومة مش عاجبها ده وعايزة تقضي علينا ومش عايزانا نتعلم أو نقرأ، فاحنا لازم نتحد سوا علشان نتصدى ليهم. والكل بيحيي ديفيد وطالي بتحس نوعا ما إن كلام ديفيد صح. وتاني يوم ديفيد كان بيعلم طالي ازاي تستخدم القوس، وطالي بتفضل تجرب لحد ما بتعرف تصيب الهدف وبيبان ان في اعجاب ما بينهم. وبعدها بيتمشوا وديفيد بيحكي لها انه اتولد وعاش هنا وعمري ما رحت المدينة وابويا وامي عايشين هنا، وهي بتقول له انا مش فاكره شكل ابويا وامي علشان وصلوني المدرسه من وانا صغيره. وديفيد بيقرر يديها القفازات بتاعته هديه. وبعدها في واحده من سكان الضباب بتبقى اتصابت وبتحكي لديفيد ان في حراس تانيين جم وهجموا عليا وانا بحرق الزهور، والجنود المره دي كانوا اقوياء جدا وصراع، بس احنا دلوقتي في امان وعرفنا نهرب منهم. وديفيد بيتصدم وبيفتكر ان الجنود بتوع اخر مره عرفوا يمشوا في النار، فده معناه انهم معاهم اسلحه متطوره. وطالي بتعالج البنت من الإصابة اللي عندها. وبعدها شي بتشوف القفازات اللي طالي لابساها وبتعرف إنها هدية من ديفيد، وشي بتقول لها هنا مفيش حد بيدي هدايا لحد علشان كل حاجة هنا قيمة جدا، فكون إنه اداكي هدية فده معناه إنه معجب بيكي. وشي بتقول لها كمان جه الوقت تختاري وتحسمي قرارك، هتفضلي هنا ولا هترجعي للضباب؟ فكري وخدي قرار بسرعة، وأنا بالتأكيد عايزاكي معانا. وبتسيبها وبتمشي. وإيطالي بعد تفكير بتختار تقعد هنا. وبعدها بتسأل ديفيد عن السلاح اللي عندهم وبتقول له الحكومة معتقدة إنكم هتموتوا كل سكان المدينة بالسلاح. وهي ديفيد بيتصدم من كلامها وبياخدها لعند بيت أبوه وأمه. وإيطالي بتخش بيتهم وبتكتشف إن أبو ديفيد اللي ألف الكتاب اللي خدته في البداية. وديفيد بيطلب من أبوه وأمه يحكوا الحقيقة لطالي، والأم بتبدأ تحكي وبتقول أنا وجوزي كنا جراحين أصلا في المدينة وبنعمل عمليات التجميل للناس، وبعدين اترقينا وكل البيانات بقت معانا، فاكتشفنا ان في ناس كتيرة بتموت بسبب عمليات التجميل دي، لان العملية بتسبب اضرار للدماغ وبتخلي البني ادم لا يهتم بشيء ولا يعرف يفكر وبيفضل متخدر، فعلشان كده بيفضل مبسوط. وبعد ما عرفنا كل المعلومات دي نايا طلبت مننا نتوقف عن البحث، ففهمنا ان نايا عارفة باضرار عمليات التجميل. وهيطالي بتتصدم من الكلام ده وبتسألهم ليه نايا تبقى عايزة كده، فبيقولوا لها علشان نايا تبقى قادرة تسيطر على كل الناس، والجنود اللي عند نايا اتعمل لهم عملية وأصبحوا بلا عقل علشان ينفذوا تعليماتها بالحرف الواحد. والأب والأم بيقولوا كمان إننا بعد ما اكتشفنا الحقيقة هربنا وصنعنا لقاح بيشفي من عملية التجميل وبيرجع البني آدم لطبيعته من تاني، بس للأسف صنعنا نسخة واحدة من اللقاح لأننا صنعناه في مختبر المدينة، فكان معنا المعدات اللازمة، ولو معنا بس مركب معين هنقدر نصنع لقاحات تانية. واللقاح ده هو السلاح اللي نايا خايفة منه. وإيطالي كانت هتتجنن بعد ما سمعت الحقيقة وبتقرر تقلع السلسلة وترميها في النار، وبتقول لديفيد الحقيقة وإنها جت هنا لغرض التجسس، وكنت مصدقة نايا في الأول بس ده بسبب إني كنت مغيبة. وديفيد بيقاطعها وبيقول لها أنا خليتك تعرفي الحقيقة علشان واثق فيكي ومش هبص على أي تصرف قديم إنتي عملتيه علشان ما كنتيش لسه اكتشفت الحقيقة. وبيعترف لها بحبه وبيبوسوا بعض. وهي تاني يوم بتوصل جنود من الحكومة لمنطقة الضباب، وسكان الضباب بيحاولوا يتصدوا ليهم بس بيفشلوا لأن الجنود كانوا أقوياء جدا وبيقدروا يقبضوا على كل سكان الضباب ما عدا طالي وديفيد كانوا مستخبيين وشايفين اللي بيحصل. وطالي بتتصدم لما بتشوف بيرس وسط الجنود. وبتوصل نايا وأم ديفيد بتتكلم معاها وبتقول لها كفاية اللي انت بتعمليه، سيبي الناس يقرروا هم عايزين ايه. فنايا بتقول لها قولي الكلام ده لنفسك بدل ما انت بتصنعي لقاح لينا، انت اصلا مش عايزة يكون في اختيار غير مدينة الضباب وانا مش هسمح بده. فين ابنكم المتمرد اللي اسمه ديفيد؟ بس الاب والام بيرفضوا يتكلموا، فنايا بتؤمر بيرس يقتل الاب وفعلا بيرس بينفذ الامر وديفيد بيتصدم وبيخرج من عنده. وطالي بتقول لنايا انت ما قلتليش انك هتأذي حد، وشي بتفهم من الكلام ده ان طالي اصلا كانت جايه جاسوسه. والام بتحط اللقاح في جيب ديفيد من غير ما حد ياخد باله. ونايا بتقول لطالي انت نجحتي في مهمتك، هنعمل لك عمليه التجميل زي ما اتفقت معاكي، وهعمل العمليه لكل السكان اللي هنا. وكلهم بيشتموا في طالي علشان هي السبب. وطالي بتجري وبتولع في الكهف ده وبتضرب واحد من الجنود بالقوس وبتهرب.
وديفيد كمان بيعرف يهرب، ونايا مش بتهتم ليهم وبتؤمر بإحضار كل سكان الضباب وتدمير المختبر بتاع أبو وأم ديفيد ومدينة الضباب كلها، وبعدها بيمشوا وبيرجعوا للمدينة. وديفيد بيهجم على طلي وبيرفع عليها السكينة، فهي بتقول له أنا دمرت السلسلة بس ما كنتش أعرف إنها تبعت إشارة لما تتدمر، وبتتأسف له على كل حاجة وبتقول له أنا ما كنتش أقصد أخونكو، أنا لما جيت هنا حبيت المكان ده وبقيت رافضة تماما إني أعمل عملية التجميل، وحبيت إن كل واحد هنا بيتصرف على طبيعته، وعرفت إن جمال الإنسان في عقله وروحه مش في شكله. وديفيد بيهدأ وبيقرر يروح المدينة علشان يحرر الناس، وطالي بتقرر تيجي معاه علشان هي حافظة المكان هناك. وديفيد ما كانش واثق فيها، بس هي بتقول له اتبعني وهنقدر نحرر الناس سوا. وبيوصلوا بعدها للمدرسة، وطالي بتقابل زمايلها وبتعرفهم إن منطقة الضباب طلعت منطقة حقيقية وديفيد شخص حقيقي. وديفيد بيطلب منهم المساعدة والتلاميذ بيوافقوا وبيكتبوا في السماء يعيش الضباب. وطالي وديفيد بيتسللوا لسجن المدينة، وديفيد بيعرف يضرب الشخص اللي بيحرس السجون وبيسرقوا منه الخاتم بتاعه وبيفتحوا السجون وبيحرروا الناس، بس مش بيلاقوا شيء معاهم. وكروي زميلهم بيقول انهم خدوا شيء يعملوا لها العملية، فهم بيتحركوا بسرعة علشان يلحقوها، بس للأسف بيوصلوا متأخر وكانت العملية اتعملت لشيء بالفعل، وشكلها كان اتغير خالص وما بقاش عندها مشاعر واصبحت مبسوطة بالعملية. وتوني بتتأسف لها انها اتأخرت. وبعدين بيرس ونايا بيخشوا عليهم وبيجبروا طالي وديفيد وامه يخشوا الكبسولة علشان يتعمل لهم العملية، وفريقنا ما كانش عندهم مهرب فبيخشوا الكبسولة، لكن بيوصل زميلهم كروي وبيفتح عليهم النار وبيدمر المكان، فالأجهزة بتتعطل في الوقت المناسب وفريقنا بيتحرر. وام ديفيد بتسرق المركب اللي كانت عايزاه، ولما بيخرجوا بره بيلاقوا بيرس واقف قدامهم، وطالي بتحاول تتكلم معاه وتفوقه وترجعه لطبيعته، بس ديفيد مش بيعرف يتمالك أعصابه لما شاف بيرس، لأن ده الشخص